لماذا تضطر أم في النهاية إلى أن تسلم فلذة كبدها لرجل مسن؟ أهي قسوة الظروف أم آخر بصيص أمل بمستقبل أفضل لطفلها؟ لكن ماذا يحدث بعد هذا القرار؟ هل ينال ذلك الابن حياة كريمة فعلاً؟ أم تدفعه الأيام إلى عتمة لا مخرج منها؟ ويبقى السؤال الأكبر: هل تلتقي الأم بابنها من جديد؟ أم تتحول هذه الفرقة إلى حكاية ناقصة لا تكتمل أبداً؟ تعالوا نستمع إلى هذه القصة، فربما نجد بين سطورها جواباً لكل هذه الأسئلة، ونعرف ما الذي جرى لتلك الأم وابنها. في زمن بعيد وعلى شاطئ البحر، كانت تعيش امرأة أرملة في بيت صغير قديم من الطين، ومعها طفلها الوحيد. فقدت زوجها مباشرة بعد ولادة طفلها، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الصغير عالمها كله. كانت تخرج كل يوم إلى الشاطئ وهي تحمله معها، تحاول بيديها الضعيفتين أن تصطاد بعض السمك، وما تحصل عليه بالكاد يكفيهما ليوم واحد. هكذا كانت حياتها، بسيطة وقاسية في آن واحد. وفي إحدى الليالي اشتد البرد كثيرا، ولم يكن ذلك البيت الطيني قادرا على صد الرياح القارسة، لا نوافذ تحميهما ولا ما يقيهما شدة الطقس سوى جدران واهية ونار صغيرة تشتعل في الداخل. ضمت الأم طفلها المريض إلى صدرها وأجلسته قرب النار، عل الدفء يسري في جسده، لكنه ظل يسعل طوال الليل بشدة، وكانت أنفاسه تزداد ثقلا لحظة بعد أخرى. بينما بقيت الأم ساهرة لا يغمض لها جفن، تنظر إليه وتدعو الله، وكأن الليل لا يريد أن ينتهي. وأخيرا أشرق الصباح، لكن دون أن يحمل معه راحة. كعادتها أخذت طفلها إلى البحر تحاول صيد السمك، بينما كان صغيرها يئن من الضعف والمرض، وصوته الباكي يمزق قلبها. نظرت إليه بعينين دامعتين، فرأت وجهه شاحبا وجسده يرتجف، فتسلل الخوف إلى قلبها. ماذا لو فقدته؟ ماذا لو سلب منها؟ وبينما كانت غارقة في هذه الهواجس، لمحت سفينة كبيرة تقترب ببطء نحو قريتهم. ارتبكت وضمت طفلها إلى صدرها بقوة أكبر، وعندما وصلت السفينة نزل منها عدد من التجار يحملون الأقمشة والسجاد والطعام، فتجمع أهل القرية حولهم يبيعون ويشترون، وعمت الحركة المكان. لكن تلك الأم بقيت بعيدة عن الجميع، تحتضن طفلها الذي أوشك على الإغماء، صامتة وعاجزة. لقد أنهكه الجوع والمرض، واصفر وجهه كأن الحياة تنسحب منه ببطء. اقترب منها أحد التجار، وكان كبيرهم، وسألها بلطف: هل تحتاجين إلى شيء؟ امتلأت عيناها بالدموع وقالت بصوت متكسر: لا أملك ما أطعم به طفلي، ولا ما أعالجه به، ولا أستطيع شراء شيء. نظر إلى الطفل في حضنها، فلما رأى حاله رق قلبه، فأخرج قطعة خبز وحاول أن يطعمه، لكن الصغير كان أضعف من أن يأكل. غرق الرجل في التفكير للحظات، ثم قال بهدوء: لا يمكنك الاستمرار هكذا، ابنك لن يعيش طويلا في هذه الحال. كادت كلماته أن توقف قلبها، لكنه تابع: لدي عرض، إن أردت أعطيني ابنك، سأعالجه وأطعمه وأمنحه حياة أفضل، وسأعطيك مالا يعينك على تدبير أمورك. اشتعل الألم في صدرها وقالت: أعطيك ابني؟ كيف يمكن ذلك؟ لكنها عادت تنظر إلى طفلها، إلى أنفاسه الضعيفة ووجهه الشاحب، فشعرت أن قلبها يتمزق، والحقيقة تقف أمامها بلا رحمة. إن بقي معها ربما لن يعيش. وانهمرت دموعها بلا توقف. عاد الرجل يقول: إن كنت تحبينه حقا وتريدين له مستقبلا يصنع فيه اسمه، فدعيني آخذه، سأربيه كابني، وخذي من المال ما شئت. ضمت الأم طفلها بقوة وقالت: لا أستطيع أن أعطيه بأي ثمن، هو سندي الوحيد، أقبل الموت ولا أقبل فراقه. لكن الرجل قال بهدوء: فكري جيدا، إن بقي معك فلن يكون أكثر من صياد بسيط، أما إن جاء معي فسأجعله رجلا تفتخرين به يوما. ساد الصمت، وتحول صوتها إلى همس خافت بين نداء الأمومة وحلم راحة طفلها. نظرت إليه فرأت في وجهه صدقا ورحمة، وكأنه حقا يريد الخير لابنها. شعرت أنه رجل طيب يخاف الله. وعندها وبيد ترتجفان
وقلب يتكسر سلمت فلذة كبدها لذلك التاجر. وفي تلك اللحظة انفصل عالم الأم عنها. وضع التاجر في يدها كيسا صغيرا فيه بعض النقود وقال بلطف: خذي هذا يكفيك لسنوات. كانت يداها ترتعشان وهي تمسك الكيس بقوة، لكن عينيها ظلتا معلقتين بطفلها. ثم نظر إليها وقال: لا تقلقي، سأعتني به، وكلما مررت من هذا الطريق في تجارتي سأحضره إليك لتريه. عندها اشتعل في قلبها أمل مكسور بالكاد يبقيها واقفة. أخذ التاجر الطفل واتجه به نحو السفينة ببطء، وبدأ الناس يجمعون أغراضهم ويصعدون. وما هي إلا لحظات حتى تحركت السفينة تشق أمواج البحر مبتعدة. بقيت الأم في مكانها والدموع في عينيها تراقب ابنها وهو يرحل حتى غاب عن نظرها تماما. جلست على الأرض بهدوء، ومر اليوم كله وغابت الشمس، لكنها لم تتحرك. كان سؤال واحد يطاردها: هل أخطأت في قراري؟ وظلت تدعو ربها مرارا: يا الله، امنح طفلي حياة طيبة وأعطه ما عجزت أنا عن منحه. وحين أظلم الليل عادت بخطوات ثقيلة إلى بيتها الطيني. دخلت فوجدت الصمت يملأ المكان، الغرفة نفسها، السكون ذاته، لكن دون صوت طفلها هذه المرة. انقضت عليها الوحدة بقسوة، فجلست على ركبتيها وانفجرت بالبكاء. لم يبق لديها شيء، لا ابنها ولا سندها، فقط ذكريات ووعد تعيش عليه. ومضى الزمن، وفي يوم ما توفي ذلك التاجر العجوز، وبعد رحيله تولى أخوه إبراهيم إدارة تجارته ومسؤولياته. أما ذلك الطفل الذي ودعته أمه يوما بالدموع فقد أصبح شابا اسمه عبد الله. كبر وأصبح ذكيا فطنا، يفهم أسرار التجارة ويتقنها، ويبهر من حوله بحكمته وفطنته. وكان إبراهيم يثق به ويحبه كأنه ابنه، لكن الحقيقة ظلت غائبة عن الجميع. فإبراهيم لا يعلم أن هناك أماً على شاطئ البحر تعيش عمرها في انتظار ابنها، وعبد الله نفسه لا يعرف أن له أماً ما زالت حتى الآن تجلس في ذلك البيت الطيني القديم تترقب عودته. في الجهة الأخرى كانت تلك الأم قد أصبحت ضعيفة جداً، أنهك الزمن جسدها، لكن قلبها ما زال حياً بالانتظار. كانت تذهب كل يوم إلى شاطئ البحر، تجلس هناك وتحدق في الأفق البعيد، وتعلق أملها مع كل موجة قائلة: لعله اليوم يعود ابني. لكنها لم تكن تعلم أن ابنها عبد الله قد غرق في عالم آخر، بعيد كل البعد عن حقيقته، لا يعرف شيئا عن ماضيه. وهكذا صار انتظار الأم وجهل الابن قصة صامتة تنسجها الأيام. كان عبد الله كلما سأل إبراهيم عن والديه يظهر في صوته قلق غريب: يا عم، من هي أمي؟ ومن كان أبي؟ ومن أين جئت؟ كان إبراهيم يصمت لحظات كأنه يبحث عن جواب لا يملكه، ثم يقول بهدوء: يا عبد الله، الحقيقة أنني لا أعرف عنك الكثير. أخي هو من جاء بك، ولا أعلم من أين ولا لماذا. كل ذلك كان يعرفه هو فقط، لكن موته كان مفاجئا ولم يتح لي أن أعرف شيئا. عندها كان عبد الله يلوذ بالصمت. أصبح يعمل مع إبراهيم في نفس المكان الذي كان يعمل فيه التاجر العجوز من قبل، ومع مرور الوقت صار شابا مجتهدا حكيما ذا هيبة. كان يؤدي عمله بإخلاص ويكد ليل نهار، ويترك أثرا طيبا في قلوب كل من يعرفه. وكان إبراهيم يثق به كثيرا ويعامله كابنه، وقد نجحا معا في توسيع تجارتهم. امتلكوا 5 سفن كبيرة، وكانوا يسافرون من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، يبيعون ويشترون ويحققون نجاحا متزايدا. وأصبح البحر جزءا أساسيا من حياة عبد الله. بين الأمواج وصوت الرياح وجد عالمه الحقيقي. صار تاجرا ماهرا يعرف الطرق والموانئ ويفهم خفايا الصفقات، ومع ذلك ظل في قلبه فراغ خفي، شعور لا يستطيع تفسيره. ثم جاء يوم وكأن الله أراد أن يغير مجرى حياته. هبت رياح عاتية، وتلبدت السماء بالغيوم السوداء، واندلع طوفان هائل في البحر. لم يكن طوفانا عاديا، بل من تلك العواصف التي لا تأتي إلا نادرا، ربما مرة في سنوات طويلة.
ارتفعت الأمواج كأنها جبال، واشتدت الرياح حتى صار الوقوف صعبا، وكانت صواعق البرق ترعب القلوب. لم يجرؤ أي تاجر على الإبحار، فالجميع كان يعلم أن من يدخل هذا الطوفان قد لا يعود أبدا. مرت الأيام ثم الأسابيع، والعاصفة لا تهدأ، وبدأ أثرها يظهر في كل شيء. توقفت التجارة، وفسدت البضائع، وبدأت المؤن والطعام تضيع وتنفد. كان عبد الله وإبراهيم يعيشان قلقا شديدا، كانا ينظران إلى سفنهما وبضائعهما ويغرقان في التفكير. وفي يوم من الأيام جلسا معا، وبعد صمت طويل قال عبد الله: إذا بقينا هكذا دون حركة ستفسد كل بضاعتنا. تنفس إبراهيم بعمق وقال: وإن خرجنا في هذا الطوفان فقد نفقد حياتنا أيضا. ساد بينهما صمت ثقيل، فقد كان القرار صعبا، من جهة خسارة مؤكدة، ومن جهة أخرى خطر الموت. كان عبد الله ينظر إلى البحر البعيد غارقا في أفكاره، وسؤال واحد يتردد في داخله: ماذا نفعل؟ وأخيرا كسر الصمت والتفت إلى إبراهيم قائلا: إن استمررنا في الانتظار فسنخسر كل شيء، لا بد أن نواجه هذا الطوفان. ثم أضاف بثبات: نتوكل على الله ونتقدم، إما أن ننجح أو نخسر كل شيء، لكن البقاء هكذا يعني الهلاك. هز إبراهيم رأسه رافضا: هذا خطر كبير يا عبد الله، قد نفقد حياتنا، لا يمكننا فعل ذلك. لكن في عيني عبد الله كان هناك إصرار غريب ويقين لا يتزعزع. قال بحزم: إن لم ترد الذهاب فدعني أذهب وحدي. خفق قلب إبراهيم بقوة عند سماع ذلك، كان يحبه كابنه، كيف يتركه يواجه الخطر وحده؟ فقال فورا: لا، إن لم أذهب فلن تذهب أنت أيضا، لا أستطيع أن أتركك وحدك، لن أسمح أن يصيبك مكروه. لكن وكأن البحر نفسه كان ينادي عبد الله، فقد اشتعل في داخله تصميم لا يقاوم. قال بصوت حازم: لا بد أن أذهب. حاول إبراهيم منعه مرارا، لكنه في النهاية استسلم، ولكن بشرط: إن ذهبت فسأذهب معك، إن حدث شيء فسيحدث لنا معا. ثم إن إدارة 5 سفن ليست أمرا يمكن لشخص واحد أن يقوم به. أومأ عبد الله موافقا، وبعد لحظات من الصمت حسم القرار. صدرت الأوامر فورا: استعدوا جميعا، اربطوا كل شيء بإحكام، غدا صباحا سنواجه الطوفان. انشغل البحارة بالعمل على الفور، شدوا الحبال وثبتوا البضائع، وحاولوا تأمين كل شيء قدر الإمكان. حل الليل، لكن النوم لم يعرف طريقه إلى عيني عبد الله. كان يفكر في قراره بقلق: ماذا لو كان هذا القرار خاطئا؟ وقال في نفسه: أنا من اتخذ هذا القرار، وإن حدث شيء فالمسؤولية كلها تقع علي. ثم توجه عبد الله إلى إبراهيم وقال: يجب أن نترك سفينتين هنا، فإذا أصاب مكروه السفن الثلاث الأخرى يبقى لنا شيء نعتمد عليه. هز إبراهيم رأسه موافقا وقال: فكرة صائبة، هذا تصرف حكيم. وهكذا تركت سفينتان قرب الساحل، وتقرر أن تواجه 3 سفن فقط العاصفة. مرت الليلة، وجاء الصباح حاملا اختبارا جديدا. بدأت السفن ال3 تتقدم ببطء في البحر. في البداية كان كل شيء هادئا، كأن البحر لا يخفي شيئا، لكن مع اقتراب المساء تغير الجو، ومع حلول الليل دخلوا منطقة بلغت فيها العاصفة ذروتها. عم الظلام من كل جانب، وارتفعت الأمواج كأنها جدران شاهقة، والرياح تعوي، والبرق يلمع، والغيوم الكثيفة تحجب كل شيء. لم يعد بالإمكان رؤية أي شيء بوضوح، وكأن العالم كله قد حبس داخل هذه العاصفة. صرخ عبد الله بأعلى صوته: اربطوا أنفسكم بالحبال، تمسكوا جيدا. أطاع الجميع فورا، وتمسك كل واحد بمكانه. لكن فجأة تغير كل شيء. ازدادت الأمواج ارتفاعا، وبدأت السفن تتمايل بعنف من جانب إلى آخر، تارة كأنها ستلامس السماء، وتارة كأنها ستغرق في الأعماق. عم الخوف واشتد الضجيج، وبدأت معركة رهيبة بين الحياة والموت. كانت السفن تتقاذف كأنها قوارب من ورق لا وزن لها، وفجأة شق السماء برق مخيف، وكأنه سقط بين السفن مباشرة. في لحظة واحدة تبدل كل شيء.
أضاء وميض شديد أعين الجميع، وتبعته رعدة هائلة هزت البحر. ارتجفت أيدي البحارة من شدة الخوف، وبدأت السفن تفقد اتجاهها. انحرفت إحداها فجأة إلى جهة، وانجرفت الثانية مع الأمواج في اتجاه آخر. أما السفينة الثالثة التي كان عليها عبد الله فقد دفعت بقوة نحو مسار مختلف تماما. حدث كل ذلك بسرعة مذهلة دون أن يتاح لأحد أن يتدارك الأمر. صرخ عبد الله: غيروا الاتجاه، ثبتوا السفينة. لكن العاصفة لم تعد تحت سيطرة أحد. ظلت الأمواج تقذف السفينة بقوة، غير أنه بعد مدة ومع تقدمها بدأت شدة العاصفة تخف تدريجيا. أخذ عبد الله يلهث ونظر حوله بقلق. كان يبحث بعينيه عن السفن الأخرى، لكن لم يكن هناك شيء. أمسك عبد الله فوراً بتلك الأداة التي ينظر بها إلى البعيد، وأخذ يتلفت بقلق في كل اتجاه. ظل يحدق في الأفق مراراً عله يرى سفينة ما، لكن لم يكن هناك سوى أمواج عالية تتلاطم. لا أثر لأي سفينة ولا أي علامة تدل على طريق. بدا وكأنهم قد ضلوا السبيل تماماً، لا يعرفون من أين جاءوا ولا إلى أين يتجهون. مرت الليلة كلها في خوف وحيرة، والسفينة تنجرف مع الأمواج، وعينا عبد الله تبحثان في الظلام عن أي شيء. وحين بزغ الصباح كشفت أشعة الشمس حقيقة قاسية. لم يكن حولهم سوى البحر، بلا طريق، بلا معالم. تنفس عبد الله بعمق وقال: علينا أن نواصل التقدم حتى نعثر على أرض، على أي مكان يدلنا على الطريق. تحركت السفينة ببطء، لكن القلق في قلبه كان يزداد. لم يفارق ذهنه مصير السفن الأخرى، وكان قلبه منشغلا بإبراهيم. أسأل الله أن يكون بخير. استمروا في السير، وبعد وقت طويل لمح عبد الله شيئا مختلفا في البعيد. لم يكن بحرا، كان شيئا آخر. انتفض واقفا وحدق جيدا. نعم، كانت أرضا. لمعت في عينيه بارقة أمل، فأمر فورا: وجهوا السفينة نحو هناك. استجاب البحارة بسرعة، وكلما اقتربوا بدأت الصورة تتضح، حتى وصلوا أخيرا إلى قرية قريبة من الساحل. وحين اقتربت سفن عبد الله من القرية رأى مشهدا غريبا أمامه. وقبل أن نكمل القصة، ملاحظة صغيرة من أي بلد تتابعون هذه القصة. أخبرونا في التعليقات، وكيف وجدتم أحداث القصة حتى الآن. إذا أعجبتكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم ليستمتعوا بها أيضا. والآن نعود إلى القصة. ما إن رأى أهل القرية السفن من بعيد حتى أخذوا يركضون نحو الشاطئ. بعضهم كان يصرخ فرحا، وآخرون يلوحون بأيديهم، وفي عيون البعض دموع، كأنهم رأوا الأمل بعد سنوات طويلة. الأطفال يقفزون من شدة الفرح، والنساء يدعون الله، والرجال يهرعون نحو الساحل بلا وعي. لم يكن وصول السفن مجرد حدث عادي، بل كان بالنسبة لهم عودة الحياة من جديد. كان عبد الله ينظر إلى هذا المشهد بدهشة، وشعر في داخله بفرح غريب. قال لرفاقه: ابقوا هنا، سأذهب أنا لألتقي بهم. ثم أمر بربط السفينة قرب الساحل، ونزل متجها نحو أهل القرية. تجمع الناس حوله، وكانت السعادة واضحة على وجوههم. ابتسم لهم، وشعر كأنه جاء ليكون سببا في فرحتهم. لكن في تلك اللحظة لفت انتباهه مشهد بعيد قليلا عن الحشد. 3 رجال يعتدون على شيخ مسن. اختفت ابتسامته فورا، والتفت إلى رفاقه وقال: ابدأوا ببيع ما يحتاجه الناس، أعطوهم ما يريدون، سأعود حالا. ثم أسرع نحو الرجال وهو يقول بصوت عال: ماذا تفعلون؟ اتركوه. رد أحدهم بغضب: هذا الرجل استدان منا ولا يريد أن يعيد المال. وقال آخر: نريد حقنا، نريد أن نشتري من السفن، لكنه يحتفظ بأموالنا ولا يعيدها. سألهم عبد الله مباشرة: كم المبلغ؟ قالوا: 3 قطع من الفضة. فأخرجها فورا وأعطاهم إياها قائلا: خذوا حقكم واتركوه. أخذوا المال وانصرفوا. اقترب عبد الله من الرجل الجريح، وكان شيخا ضعيفا منهكا. ساعده ونظف جروحه، ثم سأله بلطف: يا عم، لماذا استدنت؟
فتح الرجل عينيه بصعوبة وقال بصوت واهٍ: يا بني، مرضت كثيرا، فقال لي حكيم إنه يستطيع علاجي، لكنه طلب 3 قطع من الفضة. اضطررت أن أستدين. توقف قليلا ثم تابع: لكن الآن لا أملك شيئا لأعيده، لذلك كانوا يضربونني. ساعده عبد الله على الوقوف، ثم حمله على ظهره وقال برفق: دلني على بيتك، سأوصلك إليه. أشار الرجل بيده المرتعشة، وسار به عبد الله عبر أزقة القرية حتى وصل إلى منزله. وما إن دخل حتى توقفت قدماه من شدة ما رأى. لم يكن بيتا حقيقيا، بل جدران طينية متشققة، وسقف شبه مهدم، وفراغ قاتل لا يحتوي شيئا. في تلك اللحظة رأتهم امرأة مسنة، وما إن وقع نظرها على زوجها الجريح حتى فزعت وهرعت إليه، والدموع في عينيها تقول بقلق: ماذا حدث؟ من الذي فعل بك هذا؟ أحضرت الماء بسرعة وبدأت تنظف جروحه وتساعده بيديها المرتجفتين، وتعتني به بكل خوف وحنان. تأثر عبد الله كثيرا بما رأى، وامتلأ قلبه بالمشاعر، فسألها بهدوء: هل تعيشان حقا في هذا المكان؟ نظر الشيخ وزوجته إلى بعضهما، ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: نعم يا بني، هذا هو بيتنا، نعيش هنا منذ سنوات طويلة. امتلأت عينا عبد الله بالدهشة والحزن وقال: لكن كيف تعيشان هنا؟ لا يوجد شيء. تنهدت المرأة العجوز بعمق وقالت بهدوء: يا بني، حال هذا البيت كحال بقية القرية، لا أحد يملك شيئا. ثم أضافت: في الماضي كانت الحياة أفضل، كانت السفن تأتي ويتوقف التجار، فكنا نبيع ما نصنعه بأيدينا ونعيش بما نحصل عليه. لكن صوتها بدأ يرتجف، وقالت بحزن: ثم تغير كل شيء. مرت السنوات وتوقفت السفن عن القدوم شيئا فشيئا. وتحدث الشيخ بصوت ضعيف، وكأن هذه القرية انقطعت عن العالم، لا أحد يأتي ولا أحد يرحل. ثم تابع: حال كل بيت هنا واحد، الجميع يعيشون في ضيق، ولا أحد يستطيع أن يساعد الآخر. صمت عبد الله قليلا، ثم سأل برفق: ولماذا لا تذهبون إلى المدينة؟ يمكنكم بيع ما تصنعونه هناك، ربما تصبح حياتكم أسهل. نظرت إليه المرأة العجوز بابتسامة حزينة وقالت: يا بني، الأمر ليس بهذه السهولة كما تظن. ثم أوضحت: لسنا نملك سفنا كبيرة وقوية مثلكم، لدينا فقط قوارب صغيرة لا تستطيع عبور هذا البحر. وأشارت إلى البحر قائلة: هذا البحر واسع جدا وخطير، ولا يقدر على عبوره إلا من يملك الوسائل والقوة أمثالك، لذلك لا نستطيع أن نغادر، نبقى هنا فقط، ننتظر أن يأتي يوم يمر فيه تاجر يشتري منا شيئا ويمنحنا فرصة أخرى لنعيش. عندما سمع عبد الله ذلك شعر بألم عميق في قلبه. أدرك أن الأمر لا يخص بيتا واحدا، بل هو مصير قرية بأكملها. غرق في تفكير عميق، ثم خرج من البيت واتجه بنظره نحو البحر. كان يشعر بشيء غريب في داخله، وقال في نفسه: إن الله هو من جاء بي إلى هنا. هذه العاصفة وهذا الطريق الذي تغير لم يكن عبثا، لعل الله أرادني أن أساعد هؤلاء الناس. وفي تلك اللحظة اتخذ قراره: لن ينسى هذه القرية أبدا، سيعود إليها كل شهر، يجلب لهم ما يحتاجون إليه ويبيعهم بسعر مناسب حتى يتمكنوا من الشراء بسهولة. توجه إلى كبار القرية وسألهم عن موقع المكان، فأعطوه خريطة بسيطة وشرحوا له الطريق. ثم أخبر أهل القرية أن بإمكانهم أخذ ما يحتاجون من سفينته، فباعهم كل شيء بسعر معقول. امتلأت عيون الناس بالدموع من شدة الفرح. بعد سنوات طويلة شعروا وكأن الحياة عادت إليهم من جديد. ثم وعدهم عبد الله أمام الجميع بأنه سيعود كل شهر وسيؤمن لهم احتياجاتهم حتى تعود قريتهم للحياة من جديد. بعد ذلك واصل عبد الله رحلته، ذهب إلى مدن أخرى وباع بقية بضاعته، لكن تلك القرية بقيت في قلبه لا تفارقه. وفي طريق عودته تذكر كلام إبراهيم: إن تفرقنا يوما فلنعد إلى مدينتنا ونلتقي هناك. وبالفعل
عاد عبد الله إلى مدينته، وعندما وصل وجد أن سفينة إبراهيم قد سبقته. التقى به وتعانقا بفرح كبير. سأله إبراهيم أين كان، فقص عليه عبد الله كل ما حدث، وأخبره إبراهيم أنهم أيضا تفرقوا أثناء العاصفة، لكنهم وصلوا إلى مدينة أخرى، باعوا بضاعتهم ثم عادوا، وكانوا ينتظرون عودته. وفي إحدى الليالي بينما كان عبد الله وإبراهيم جالسين معا، قال عبد الله: يا عم، لقد وعدت أهل قرية أن أزورها كل شهر، إنهم في ضيق شديد، ولو لم نذهب إليهم فقد يموتون جوعا. أشعر أن الله ساقنا إليهم لهذا السبب. ابتسم إبراهيم بفخر وقال: أحسنت يا عبد الله، وسنفي بهذا الوعد بكل تأكيد. ومنذ ذلك الحين صار عبد الله يذهب إلى تلك القرية كل شهر، وخلال أشهر قليلة بدأت أحوالها تتحسن، وعاد الأمل إلى وجوه أهلها، وبدأت مظاهر الحياة تعود من جديد. وفي أحد الأيام ذهب عبد الله إلى القرية ومعه إبراهيم، إذ أراد أن يرى بنفسه ذلك المكان الذي غير حياة الناس فيه. وعندما وصلا استقبلهم أهل القرية بفرح كبير كما في كل مرة، وتجمعوا حول عبد الله بوجوه مليئة بالابتسامة. لكن وسط هذه الأجواء وقعت عين عبد الله على امرأة عجوز كانت تقف عند نافذة كوخها الطيني المتهالك، تنظر بصمت إلى السفينة وعيناها تلمعان بالدموع. تأملها عبد الله قليلا ثم شعر بشيء مألوف لقد رآها من قبل. في كل مرة كان يأتي فيها إلى القرية كانت هذه المرأة تقف في المكان نفسه، تنظر إلى سفينته بصمت دون أن تقول شيئا. قال عبد الله بهدوء لإبراهيم: يا عم، لقد رأيتها من قبل، في كل مرة آتي فيها تقف هنا وتنظر إلي، لكنها لا تطلب شيئا، ربما تحتاج إلى شيء لكنها لا تملك المال. فاتفقا على أن يرسلا أحد الرجال إليها، وقالا له: اذهب وأخبرها أنه إن كانت تحتاج شيئا فلتأخذه دون مقابل. ذهب الرجل ثم عاد بعد قليل وقال: لا تريد شيئا. تعجب عبد الله وإبراهيم من ذلك، فذهبا إلى كبير القرية وسألاه: ما قصة هذه المرأة؟ لا تتكلم ولا تأخذ شيئا، فقط تنظر من نافذتها وتبكي. تنفس الشيخ بعمق ثم قال: هذه المرأة وحيدة لا أحد لها. ثم تابع: عندما أنجبت طفلها توفي زوجها بعد فترة قصيرة، وبقيت وحدها مع ابنها. وسكت لحظة ثم أكمل: لكن بعد مدة افترقت عن ابنها أيضا، ومنذ ذلك اليوم وهي تعيش وحدها. وأضاف بحزن: هذه الصدمة حطمتها، تقضي يومها كله عند شاطئ البحر، وتقول لكل من تراه إن ابنها سيعود يوما ما. ثم قال: ولهذا يظنها الناس مجنونة. أكمل الشيخ كلامه قائلا: أحيانا يجلب لها الناس الطعام، وفي الشتاء يعطونها بطانية، لكنها وكأنها ليست من هذا العالم. ظل عبد الله صامتا متأثرا بما سمع، ثم قال الشيخ بهدوء: يقول الناس إنها أعطت ابنها لتاجر سلمته بيديها. ما إن سمع إبراهيم ذلك حتى اتسعت عيناه من شدة الدهشة. تقدم بسرعة وسأل بقلق: هل رأيت ذلك بنفسك؟ كيف كان ذلك التاجر؟ هز الشيخ رأسه وقال: لم أره بنفسي، لكن أهل القرية يقولون إنه جاء على سفينة كبيرة مثل سفينتكم. سأل إبراهيم بسرعة: هل هناك من رآه بعينيه؟ قال الشيخ: نعم، يوجد. وبعد قليل أحضر رجل مسن، توجه إليه إبراهيم وسأله بلهفة: هل كنت حاضرا في ذلك اليوم؟ أجاب الرجل بصوت هادئ: نعم، كنت هناك حين سلمت ابنها لذلك التاجر. بدأ قلب عبد الله يخفق بقوة. تابع الرجل: كان طفلها مريضا جدا في ذلك اليوم، لم يكن لديها مال للعلاج ولا طعام، فاضطرت أن تعطيه لذلك التاجر. سأله إبراهيم سريعا: كيف كان شكل التاجر؟ فكر الرجل قليلا ثم قال: كانت له لحية بيضاء طويلة وشارب كبير، وكان ضخم الجسد، هذا ما أذكره. عندها امتلأت عينا إبراهيم بالدموع. اقترب من عبد الله ووضع يده على كتفه وقال بصوت مثقل:
يا عبد الله، سأقول لك شيئا، لكن تماسك. نظر إليه عبد الله بقلق. ماذا هناك يا عم؟ قال إبراهيم وعيناه دامعتان. قلبي يقول إن تلك المرأة قد تكون أمك. تزلزل عبد الله من الداخل وقال: كيف تقول ذلك؟ أجابه إبراهيم بهدوء: سمعت يوما عن أخي أنه أخذ طفلا من امرأة وأعطاها بعض النقود. لم أعرف التفاصيل كاملة، لكن ما سمعته اليوم ووصف الرجل لذلك التاجر كله يطابق أخي. ثم أضاف: كنت صغيرا حينها، لكنني أذكر ذلك. أما أنت فكنت رضيعا، لذلك لا تتذكر شيئا. انهمرت الدموع من عيني عبد الله، ولم ينتظر لحظة واحدة. انطلق مسرعا نحو ذلك الكوخ. تبعه إبراهيم وشيخ القرية. وحين دخل عبد الله رأى ذلك البيت المتهالك، جدرانا متشققة وفراغا قاسيا، ولا شيء فيه سوى إناء صغير. انكسر قلبه من هذا المشهد. اقترب من المرأة العجوز ودموعه تنهمر، وسألها بصوت مرتجف. قال عبد الله بصوت مرتجف: لماذا تجلسين هنا كل يوم؟ من تنتظرين؟ اقتربت المرأة العجوز منه ببطء. كانت عيناها ضعيفتين، لكنهما تحملان سنوات طويلة من الانتظار. قالت بصوت هادئ: أنتظر ابني، هل تستطيع أن تعيده إلي؟ توقف نفس عبد الله وسألها بلطف: كيف كان ابنك؟ ولماذا ما زلت تنتظرينه حتى الآن؟ انهمرت الدموع من عينيها وقالت: أخذه مني تاجر، وعدني أن يعيده، لكنه لم يعد أبدا. لقد كذب علي. ثم جلست على ركبتيها وضمت يديها وهي تبكي وتكرر: هل تستطيع أن تعيده إلي؟ هل يمكن أن تعيد لي ابني؟ كأن هذه الكلمات اخترقت قلب عبد الله، فامتلأت عيناه بالدموع. وفي تلك اللحظة اقترب إبراهيم أيضا وعيناه دامعتان، وسألها بهدوء: هل يمكنك أن تصفي لنا ذلك التاجر؟ حاولت المرأة أن تتذكر، ثم قالت: كانت له لحية بيضاء طويلة وشارب كبير، وكان تحت أذنه اليسرى علامة سوداء. ما إن سمع إبراهيم ذلك حتى ترنحت قدماه وانهمرت دموعه. التفت إلى عبد الله وقال بصوت مثقل: هذه هي أوصاف أخي. كان لديه علامة سوداء تحت أذنه اليسرى منذ ولادته. عندها انهار عبد الله وسالت دموعه بلا توقف. تقدم خطوة ووقف أمام تلك المرأة وقال بصوت يرتجف: أمي. ما إن نطق عبد الله بهذه الكلمة حتى تجمدت المرأة في مكانها. نظرت إليه بدهشة وقالت: أنت لماذا تناديني يا أمي؟ اختنق صوته بالدموع وقال: لأنك أمي، وأنا ابنك الذي افترق عنك قبل 25 عاما. صرخت المرأة فجأة وانفجرت بالبكاء وهي تردد بحرقة: سامحني، سامحني، لقد أعطيتك لذلك التاجر، أنا نادمة جدا. أمسك عبد الله بيديها بسرعة وقال برفق: لا تقولي هذا يا أمي. ثم تابع بصوت مليء بالحب: ما فعلته كان من أجلي، كان بدافع اضطرارك. ظننت أنني لن أعيش إن بقيت معك، فلم تتمالك نفسها وضمته إلى صدرها بقوة، وراحا يبكيان معا يسكبان ألم السنين في دموع لا تتوقف. كانت عينا إبراهيم تفيضان بالدموع، وحتى شيخ القرية لم يستطع حبس مشاعره. ومع ارتفاع الأصوات تجمع أهل القرية، وحين أدركوا أن تلك المرأة وجدت ابنها أخيرا امتلأت عيونهم بالدموع وأخذوا يدعون لهما. وفي تلك اللحظة انتهى انتظار دام سنوات طويلة. قرر عبد الله أن يأخذ أمه معه إلى المدينة وأن يبعدها عن تلك الوحدة والألم الذي عاشت فيه طويلا. وعندما وصلا اشترى لها بيتا جميلا فيه راحة وكرامة وكل ما كانت تستحقه. وبعد مدة قصيرة تزوج عبد الله من امرأة صالحة وفية وعاقلة. لم تكن تحبه فقط، بل أحبت أمه أيضا واعتنت بها من قلبها. وكلما سافر عبد الله في تجارته كانت زوجته تبقى مع أمه تخدمها وترعاها كأنها أمها هي. وهكذا بدأت تلك الآلام وذلك الانتظار الطويل
يختفي شيئا فشيئا، وعاد السكون إلى حياة أمه. وتعلمنا هذه القصة أن حكمة الله أعظم من إدراكنا. أحيانا تمر بنا لحظات نشعر فيها أننا فقدنا كل شيء، وكأن عاصفة قد اجتاحت حياتنا ولم تبق لنا شيئا. نيأس ونضطرب ونظن أن الطريق قد انتهى، لكن الحقيقة أن تلك العاصفة نفسها قد تكون طريقا من عند الله، تقودنا إلى مكان لم نتخيله، ويكون فيه الخير لنا. فالله لا يريد بعباده إلا الخير، وكل ما يحدث يحمل في طياته رحمة خفية حتى وإن لم نرها في حينها. لذلك علينا أن نصبر ونثق بالله دائما، فالعاصفة التي تخيفنا قد تكون هي نفسها التي تقودنا إلى بر الأمان.